بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اغلى متابعين واحسن متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه اخواتي الغاليين؟ وحشتوني جدا جدا. اخر فيديو كنا فيه مع بعض. النهاردة معانا فيديو جميل ان شاء الله يعجبكم وينال قبول منكم. ولو عجبك الفيديو بتاعي اعملي تعليق حلو. حطي لي لايك، وكمان لو انت مش مشتركة اشتركي، فعلي زر الجرس عشان خاطر يوصلك من اي فيديو جديد. حبيبتي في الله، النهاردة إن شاء الله هنعمل فيديو من مأكولات البحر. أحلى مأكولات وطعما ونظافة وكل حاجة. والله السمك يا جماعة من أحلى المأكولات. يعني الواحد بيقول على الناس اللي مش بتاكل السمك ده، بيقول لهم ايه؟ يقول لهم خايبين عشان مش بتاكلوا سمك. لأن السمك ده كله فوسفور، كله فيتامين، وكله حاجات حلوة مفيدة للجسم ومغذية، خصوصا الأطفال. يعني أنا بنصح كل أم إن هي تعمل وجبة سمك على الأقل مرة كل أسبوع لولادها، عشان خاطر عظمهم. زي اللبن، زي البيض. الحاجات دي نكتر منها خصوصا للأطفال، عشان خاطر العظم يا جماعة، عشان خاطر العظم، وكمان الكبار. النهاردة زي ما انتوا شايفين ده رز الصيادية يا جماعة. ده لزوم ايه؟ ده لزوم السمك. احنا النهاردة معانا السمك البلطي. وعايزة اقول تاني ان السمك البلطي من اجمل انواع السمك طعما. طعمه الصراحة جميل، هو شعبي طبعا وفي ايد الجميع. غير في اصناف تانية غالية جدا مش كل الناس تقدر عليها طبعا. لكن سوق السمك البلطي يعني كل الناس تقدر عليه ان هي تجيبه. ومع ذلك سبحان الله ربنا خلاه اجمل انواع السمك. يعني مهما جربت من انواع سمك غالية نقدر نجيبها او ما نقدرش نجيبها، لكن ما زال السمك سلطان. السمك البلطي سلطان الاسماك، على قائمة، يعني على رأس القائمة زي ما بيقولوا. النهاردة هنعمل السمك البلطي مع بعض بطريقة جميلة جدا وتتبيلة جميلة هتعتمديها. شوف الفيديو كده من أوله لآخره، ما تجريش فيه عشان في تكات هتحتاجيها وهترجعي لها. هتطلع معاكي السمك مفهوش زفارة، هيكون مقرمش ان شاء الله، وكمان هيكون طري من جوه ومقرمش من بره. وريحته خرافة، ريحته جميلة جدا جدا، وطعمه متبل وزي الفل ما شاء الله عليه. يلا هنسمي بالله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونبتدي في الوصفة بتاعتنا. وزي ما قلت لك قبل ما نبتدي في الوصفة، حط اللايك واعملي اشتراك. لو انت مش مشتركة فعلي زر الجرس عشان خاطر يوصلك مني اي فيديو جديد. لو عجبك الفيديو انزلي بكومنت تحت مشجع، شجعيني او قوليلي علقيلي على الفيديو بتاعي، وقوليلي انت منين، هنتعرف على بعض وهنبقى اصدقاء مع بعض. يلا نبتدي الفيديو بتاعنا. بسم الله توكلنا على الله ونبتدي الفيديو. اول حاجة طبعا معانا السمك يا جماعة. انا جبت السمك مش متنضف خالص. جبته عشان اوريكم بس هنعمل ايه. اولا السمك زي ما انتوا بتشوفوا كده، اللي هو السمك بيجي بقشر وبيجي بزعانف وكده. ما تخافيش خالص خالص، وما تحسيش ان انتي الموضوع معاكي صعب. بالمقص بتشيلي الزعانف اللي فوق واللي تحت واللي على الجناب، وكمان بتفتحي السمكة من تحت كده وتطلعي بيها لحد الراس، او من الراس وتنزلي بيها لتحت، مش هتفرق. وطلعي اللي هي الخياشيم بتاعتها. طلعيها خالص. عايزة تشيلي الراس خالص تشيليها، عايزة تخليها خليها. وزي ما قلنا في البداية، انك انتي وانتي بتنقي السمك لازم تنقيه يكون بطنه جامدة، ميكونش طالع منه حاجة. يعني دوسي على البطن كده بحيث ما تطلعش الأحشاء بتاعتها. وتبصي على الخياشيم، تكون الخياشيم بتاعتها لونها وردي وحلوة. هتمسكي السكينة كده بعد ما تطلعي الزعانف، وتطلعي الزعانف اللي على الجناب، وتطلعي طبعا هتطلعي الخياشيم، وتمسكي كده السكينة في ظهرها وتروحي مطلعة القشر اللي من فوق واللي من تحت، بحيث تنضفيها خالص خالص، ما تخليش فيها أي قشور. خدي بالك من نظافة السمك بتاعك عشان الزفارة ما يبقاش فيه زفارة، ويبقى طعمه حلو، وكمان يبقى محبب. لأن أطفالك لو شموا ريحة زفرة أو لقوا طعمه زفر هيكرهوا السمك، واحنا عايزين نحببهم في السمك. تمام.
خدي بالك من التكات دي بالملي عشان تعمليها. يعني بصي انا بجربها كتير جدا جدا، بعمله بالطريقه دي ما شاء الله بتبقى ريحته حلوه، بيبقى مفهوش زفر، بيبقى مقرمش وطري، اللحم بتاعه طري، بيبقى مقرمش ومستوي ومتبل، وبيبقى جميل جدا جدا ومشهي جدا جدا. فاعملي بنفس التكات اللي انا بقولك عليها دي، ما تجريش الفيديو عشان تشوفي ايه اللي بنعمله. بعد ما تغسليه كويس من فوق ومن تحت كده، وتغسلي مكان الخياشيم وتغسلي البطن حلو قوي، وغسلتي مكان القشر. تمام. احنا بنغسله تحت طبعا تحت مية جارية زي ما انت شايفة كده. هتشوفي معاه البطن بتبقى بيضة جدا جدا من كتر الغسيل والنظافة ما شاء الله. آه بس معايا كده بصي ما شاء الله البطن بيضة. بصي شلنا كل السواد اللي كان جوه والقشرة السوداء اللي جوه شلناها. غسلنا الراس طبعا مكان الخياشيم، غسلنا مكان القشر. بصي ابيض زي الفل ما شاء الله. اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة الاحمر ده البطارخ اللي كانت في السمك. طبعا انا ما فرطتش فيها، يعني البطارخ دي لما بتحط لها توابل بتحط لها دي وتقليها بتبقى جميلة جدا جدا. وزي عايزة اقولك آه، ان في بطارخ ناعمة وبطارخ خشنة. تعالي بقى نشوف التوابل بتاعتنا هنعمل فيها ايه. التوابل بتاعتنا عبارة عن توم وكمون وشطة لو انت عايزة، وملح وفلفل اسمر وبابريكا، ومعاكي شوية قرفة، وبشر ليمون لو انت عايزة تحطي. بس بشر الليمون والقرفة ما شاء الله بيودوها معاكي في حالة تانية خالص او في مكان تاني خالص. وكمان عصري ليمون عليها. تمام. انا كنت قطعتها كده من فوق، كل واحدة يعني واخدة كده تشريحتين من فوق وعلى تشريحتين ثلاثة من تحت حسب حجم السمكة بتاعك. لو السمكة كبيرة اديها ثلاثة، لو السمكة متوسطة اديها اتنين. دخلي التوابل في التشريحات اللي انت بتعمليها دي، ودخلي التوابل جوه في البطن مكان ما شلتي المصارين بتاعتها او مكان ما شلتي البطن بتاعها. كمان حطي التوابل في الراس وسيبيها شوية ما يقلش عن 10 دقايق عشان التوابل تاخد وتدي مع لحم السمك، تبقى متبلة وتبقى متملحة وحلوة. بعد ما تبلنا السمك هنسيبه شوية زي ما قلنا. وصلتي معايا لحد هنا؟ تعالي بقى قوليلي حطيتي اللايك يا ست الكل ولا لأ. لو انتي مش مشتركة وبتتفرجي عليا كده اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني اي فيديو جديد. نتفرج عليه مع بعض كده وتقوليلي ايه رأيك فيه. انزلي بالكومنت تحت عشان تفرحيني بوجودك وقوليلي انتي منين، وهل هي دي طريقتك اللي انتي بتعمليها بيها السمك ولا ليكي طريقة تانية. تمام. زي ما انتم شايفين كده التوابل جوه البطن، جوه بطن السمكة وفي راسها وفي القطع اللي احنا عاملينها دي، التشريح اللي احنا عاملينه. زي ما قلتلك دي بطارخ. بحافظ عليها كده، بغسلها وبحافظ عليها. وبعدين بروح حاطة عليها برضو توابل وحط لها دقيق وبقليها معايا. وانا بقلي بعد ما بخلص كده او اثناء ما بقلي بحطها على جنب بتتقلي، بتبقى طعمها رائع وجميل. عايزة افكرك ان مأكولات البحر دي مأكولات رائعة وجميلة جدا. وزي ما قلنا ان السمك البلطي على قائمة يعني السمك في الطعم الصراحة. يعني جربت سمك كتير وقليل، ولكن بحس ان السمك البلطي هو احسن حاجة طعما. يعني هو طعمه الصراحة مميز وما يقارنش خالص خالص بأي سمك تاني. حتى لو أسماك غالية، هو السمك البلطي بصراحة طعمه حلو قوي. برغم ان هو شعبي وفي متناول الجميع والناس كلها هي اللي بتجيبه، هو اللي الناس كلها بتجيبه، إلا إنه هو سلطان الأسماك الصراحة. كالسيوم طبعا لعيالنا ولينا. يعني حاجة كده زي الفل ما شاء الله. بألف هنا وشفا طبعا. يعني أنا بنصح كل مشاهديني وكل متابعيني إن السمك ده تكون وجبة مرة كل أسبوع على الأقل، على الأقل مرة كل أسبوع. عشان ولادكم يا جماعة، عشان الجسم محتاج كالسيوم. محتاج ياخد العناصر الفسفور، محتاج الحاجات اللي هي بحيث ان العظم بتاعكم بيتغذى على الحاجات دي. لكن لو احنا اهملنا ما عملناش يعني الكلام ده، ما حطيناش في قائمة الوجبات بتاعتنا الحاجات دي، بتلاقي العظم بيتعب.
وكلنا طبعا يعني ايه، يعني ناس كتير مجربة وجع العظم ده محدش بيستحمله. ربنا يكفينا وإياكم الشر يا رب العالمين، ويشفي كل مريض. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنجيب طبعا، جبنا الدقيق بتاعنا وابتدينا نبدر السمك بالدقيق حلو قوي، من فوق من تحت ومن الجناب ومن كل مكان، وننفضه حلو قوي عشان استعدادا ان احنا نحطه طبعا في الطاسة عشان يتقلي. جبنا الطاسة بتاعتنا، حطينا فيها زيت غزير وسخناه جدا، يعني عشان يبقى مقرمش لازم تسخني الزيت حلو قوي. آه، هنحط طبعا السمك ونقليه. خدي بالك، حطي اللايك، بقولك حطي اللايك. آه خدي بالك ان انت يعني ايه تبقي واقفة جنبه، ما تسيبوش كتير عشان ما يتلسعش منك. تمام. بصي ما شاء الله. آه اول ما بتلاقيه خد اللون الحلو ده، ابتدي اقلبي على الجنب التاني، ولحد ما تخلصي الكمية اللي معاكي. تمام. خرجنا السمك بتاعنا، وده شكله بعد ما اتقلى. متاخدوش على السمكة الملسوعة دي، طلب من صحابها يعني عايزينها كده. تمام. لكن هو السمك كله لونه حلو، وباقي السمك لونه جميل جدا يا جماعة. زي ما انتم شايفين كده. وعملنا معاه رز صيادية، ونعمل سلطة. عملنا سلطة عايز سلطة الطحينة، يعني بيقابل ما شاء الله كل حاجة. السمك ممكن تعملي معاه سلطة طحينة وسلطة خضراء، وكمان الرز الصيادية. وبألف هنا وصحة وعافية على قلوب كل المشاهدين. قومي اتنشطي وهاتي السمك واعملي لي ولادك وجبة جميلة. دربي عليها ولادك من صغرهم عشان ما يقولكيش ما بحبش، لأن الوجبة دي الصراحة مهمة جدا جدا في حياة أطفالك، في حياة الأسرة جميعا. عوديهم عليها، ما تخليش عايزة أقولك يعني لما طفلك يقولك ما بحبش مثلا السمك، حاولي تأكلوه له لقمة صغيرة بلقمة صغيرة كده. دوقيه، طب بص، طب شوف، طب ايه رأيك؟ طب لو يعني ايه هيتكسم منك، هياخد مرة في مرة، هيحس بطعم بطعمه، وإن شاء الله ياخد عليه ويبقى بالنسبة له وجبة أساسية بيحبها. طبعا كلنا بنحب السمك، محدش مبيحبوش إلا القلة القليلة. وعايزين نقول لهم السمك حلو قوي، السمك مغذي، السمك مفيد، السمك فيه فوائد كتيرة جدا جدا. يلا بألف هنا وصحة وعافية وشفاء على كل اللي كل وعلى كل اللي شاف. واسيبكم في حفظ الله ورعايته.